يا اهلا بيك. النهارده مش جايين نتكلم في اسعاره بس، احنا جايين نتكلم في اصول الصنعه. في سوق العلب والمواسير الكلمه بتفرق، والملي يخسر واللحام ممكن يهد مشروع. لو انت مهندس مشتريات صاحب مصنع او مقاول، الحلقه دي هتبقى مرجعك عشان محدش يضحك عليك ويقولك الحديد كله زي بعضه. هقولك النهارده الفرق بين انتاج كبار المصانع اللي بنتعامل معاها وبين شغل الورش والمصانع اللي بتضرب في المواصفه، وازاي توفر فلوس شركتك بجد. اول حاجه لازم تعرفها، العلبه دي اصلها ايه. العلب والمواسير اللي بنركز عليها هي اللي بتتصنع من الهوت رولد او الصاج الساخن من المصانع الكبيره. طبعا لازم نتاكد ان اللفه مطابقه للمواصفات العالميه. الجوده العاليه يعني صاج سطحه مستوي، ما فيهوش قشره زياده تقع منك وانت بتلحم، ونسبه الكربون فيها موزونه عشان اللحام يمسك صح. الشغل الشعبي هتلاقي فيه عيوب دحرجه، وهتلاقي السطح مش مستوي، وده بيخلي العلبة مقوصة مهما عملت. ودلوقتي هنتكلم عن لعبة السماكة والمايكروميتر. هنا بقى اللعب كله، تطلب 2 ملي يجيلك ملي و7. دايما في المصانع الكبيرة بتبقى السماحية قليلة نوعا ما، يعني لو في عجز بيبقى في حدود من 5% ل 10% حسب الكود. وازاي بقى تكشفهم؟ طبعا هتجيب مايكروميتر وهتقيس العود من النص ومن الجنب. السماكة بتبقى زي الموج، حتة تقيلة وحتة خفيفة، وده طبعا بيعمل كارثة في الحسابات الإنشائية وفي الوزن لو بتستلم بالوزن. ودلوقتي هكلمك عن جودة اللحام الطولي ERW. العلب والمواسير دي بتتقفل بلحام كهرباء. في المصانع الكبيرة بيبقى عندها خطوط إنتاج بتعمل سكارفنج للحام من الداخل ومن الخارج، أو إزالة لزوائد اللحام من بره وجوه بصورة احترافية. وطبعا لو اللحام ضعيف، بمجرد ما بتعمل للماسوره بيندنج او تن بتلاقي الماسوره طرقعت وفرقعت من على الجنب، او لو بتجلفن على الساخن بتلاقي الماسوره فرقعت جوه الحوض. وطبعا جوده اللحام بتضمن لك ان خط اللحام اقوى من الماسوره نفسها. ودلوقتي هكلمك في الابعاد والزوايا. في العلبه المربعه لازم تبقى الزوايا سكوير بالظبط، وتبقى 90 درجه بالملي. في الشغل الشعبي بتلاقي العلب فيها انحراف شويه او اضلاعها مش متساويه، ده طبعا بيتعب الفنيين جدا في التجميع واللحام، وفي الاخر تلاقي الشغل مشطب وحش. ازاي تتاكد من استقامه العود؟ امسك العود وبص فيه بالطول، لو لقيته مفتول زي السوسته ده شغل اقل جوده ومرفوض في المشاريع الكبيره. والخلاصه ان الرخيص دايما غالي في الاخر. وفر في سعر الطن 500 جنيه بس هتخسرهم في الهالك وفي وقت الصناعيه وفي رفض الاستشاري. وعشان نوفر عليك كل ده احنا بنوفر لك خامات كبار المصانع باسعار لحظيه، وبمواصفة فنية تقدر تحطها في وش أي استشاري وأنت مطمن. لو عندك أي استفسار فني أو حابب نعمل لك عرض سعر لمشروعك، تقدر تكتب لنا في الكومنتات أو تتواصل معنا عن طريق الواتساب في الوصف أسفل الفيديو. كمان تقدر تكتب لنا في الكومنتات أي مشكلة ظهرت معاك في الشغل، وإحنا هنعرضها معانا عشان القناة دي بتاعتكم. سلام.